مساء الخير. اليوم راح نتكلم عن حادثة تدافع الحجاج بمشعر منى، والتي راح ضحيتها المئات من الحجاج، وبسبب تلك الحادثة بدأت حملة شرسة على المملكة للتقليل من جهودها في تنظيم وإدارة الحج. من حق الجميع أن يحزن على مشاهد ضحايا المسلمين، ولكن ليس من حق أحد أن يشرح ويحلل أسباب الحادثة ويعلق على أن سوء التنظيم هو السبب. نعم، الحادثة قضاء وقدر، ولكن هل هي بسبب سوء التنظيم أم بفعل فاعل؟ وهذا ما سنتحدث عنه في تقريرنا لهذا اليوم. اليوم نشرت تصريحات لأحد المسؤولين ببعثة الحج الإيرانية، قال فيها أن الارتداد العكسي ل 300 حاج إيراني كان سبب حدوث حادثة التدافع بمشعر منى. هذه التصريحات جعلتنا نتعمق أكثر في تفاصيل تورط إيران في هذه الحادثة، وخلال تعمقنا في هذه القضية وقعت بين أيدينا تغريدة كتبها أحد المعارضين الإيرانيين يدعى فرزاد فرهنكيان، وهو دبلوماسي إيراني معارض لنظام خامنئي، عمل مستشار بوزارة الخارجية، ثم انتقل للعمل في سفارة دبي وبغداد والمغرب واليمن، وآخر عمل له كان الرجل الثاني في السفارة الإيرانية في بلجيكا. كتب على حسابه الشخصي في تويتر تغريدة قبل الحج بأيام، وتحديدا في يوم 18 سبتمبر الموافق 4 ذي الحجة لعام 1436 للهجرة، ذكر فيها بأنه ستحدث أعمال إرهابية في الحج من أعوان إيران لإفساد الحج وإظهار أن المملكة غير قادرة على إدارة الحج وحماية الحجاج. وأرفق بالتغريدة رابط مقال كتبه على مدونته الشخصية بتاريخ 17 سبتمبر بعنوان نظام قتل شعبه فكيف لا يتورع عن قتل الآخرين في الأراضي المقدسة خلال الحج. أيضا جاء في المقال: ليس مهما من نقل لي المعلومات المهمة والخطيرة، فسلامته تهمني أكثر من شخصي، ولكن المهم لكم ما هي المعلومات التي استمعت لها من هذا المسؤول الكبير في جهاز أمني تابع لخامنئي مباشرة. فالصديق في الجهاز الأمني الكبير كشف أن اجتماع كبير لجميع القادة الأمنيين تم عقده مع خامنئي بعد شهر رمضان بأسبوع، وبحضور قاسم سليماني وعلي أكبر ولايتي وعلي لاريجاني وعلاء الدين بروجردي. استغرق الاجتماع ساعات طويلة، وخرج المجتمعين بأن أفضل وسيلة وأفضل وقت للرد على النظام السعودي هو موسم الحج. كما اتفق المجتمعين أيضا أنه إن لم يحدث ذلك فإن جميع حلفاء نظام مرشد الثورة وولاية الفقيه سيفقدون الأمل بحليفهم الأكبر وهو نظام خامنئي، خصوصا بعد الضربات التي قامت بها السعودية في اليمن ضد حلفاء نظام ولاية الفقيه. وأخطر ما كشفوا لي المسؤول الكبير أن نظام المرشد خامنئي سيحرك جميع الحلفاء التابعين لولاية الفقيه والنظام لإثارة القلاقل خلال موسم الحج. وسأكشف للجميع عن معلومة في غاية الخطورة تم الاتفاق عليها، وهو أن تنظيم داعش الممول من نظام خامنئي سيقوم بأعمال تفجير وقتل، وتحديدا في مخيمات وتجمعات إيران أو الشيعة من رعايا الدول الأخرى في مشاعر منى وعرفات، ولهدف خطير وهو خروج مظاهرات في مكة من حجاج إيران وبمشاركة حجاج من العراق والشيعة الآخرين، احتجاجا على التفجيرات والإرهاب الذي استهدف الشيعة من قبل داعش. وبالنهاية الهدف العبث بأمن موسم الحج، ولإظهار السعودية بمظهر العاجزة أمام مسلمي العالم عن حماية الأماكن المقدسة وأمنها. لن أخفيكم سرا أن الزميل المسؤول كان متخوفا وهو يتحدث عن المعلومات والمخطط، ويتمنى أن أشاركه الأمنية بأن ينتهي موسم الحج وقد عاد الحجاج سالمين. فنظام خامنئي الذي قتل وصف وارتكب المجازر ضد الشعب الإيراني المسالم لن يتورع عن أن يفجر ويقتل بأقدس بقاع الأرض. فالهدف توجيه الإرهاب للنظام السعودي وإحراجه أمام مسلمي العالم، حتى وإن كان الثمن إزهاق مئات أو حتى الآلاف من الأنفس المسلمة، حتى وإن كان الثمن إزهاق مئات أو حتى الآلاف من الأنفس المسلمة.